تفضل يا ابو سلطان. صوتي كان واضح انه شوي فهمت انت ايش قلت ولا ما فهمت؟ لا انت قلت راح اصدمك صدمه وتخربط. شنو هي الصدمه؟ اريد انصدم بالله. تفضل. انت تابعت بثك متون، انت ما انت فهمان ايش قال. يا اخي فخر الدين الرازي يقول: كونوا مع الصادقين، اي كونوا على طريقه الصادقين، كما ان الرجل اذا قال لولده كن مع الصالحين. يقول لك في النهايه هذا الامر باطل وتفسيره باطل، ولكن اصح ما يقال في هذا التفسير كما قالوا الشيعه، فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة، سلمنا ذلك، لكن لما لا يجوز أن يكون الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كما تقول الشيعة. يعني الرجل تنازل معكم إلى هذا الحد، ولكن ماذا يقول؟ الصدمة هنا تأتيك. اسمع ماذا يقول فخر الدين الرازي: هذا إذا كان فيصلا بيني وبينك. وهذا ما قاله على فكرة، هذا ما استدل به كمان شو اسمه هذا عندكم المرجع الحيدري. اسمع ماذا يقول: إذا أتينا الفقراء المهاجرون، اسمع، يقول أولئك هم الصادقون. اسمع، هاي نفسه القرآن يفسر بعضه، وأنتم إذا أتيتم إلى هذه الآية تقولون إنهم هم المعصومون. يقول أولئك هم الصادقون، يعني إنهم لما هجروا لذات الدنيا وتحملوا شدائدها لأجل الدين ظهر صدقهم في دينهم. اسمع، ظهر صدقهم في دينهم. ألا وهم، اسمع ماذا قيل: أعني بأولئك الأربعة هؤلاء الفقراء والمهاجرين الذين من صفتهم كذا وكذا، ودل على قوله تعالى: ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني الآن معكم. اسمع ماذا يقول هنا: يقول: لو سلمنا هذا كما قال الشيعة، هذه دليل، هذه الآية تدل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه، عندما هؤلاء الفقراء من المهاجرين كانوا يقولون لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، والله يشهد على كونهم صادقين، فوجب أن يكونوا صادقين في قولهم يا خليفة رسول الله. ومتى كان الأمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله عليه وسلم على بكر الصديق. وقالوا: أئمتك خليفة رسول الله، قالوا له: يا خليفة رسول الله، إن كانوا صادقين نتنازل معكم. إذا هم صادقين في قولهم وصحة إمامته. ردها إلي من استطاعت. ايه احسنت، ردها الي. شوف انا استمعت لك بدون مقاطعه وبأدب وراح نشوف منو اللي يضحك بالاخير. اولا انت قلت ان المهاجرين والانصار صدقوا لانهم قالوا يا خليفة المسلمين عن ابي بكر، صح؟ نعم. طيب، الذين اجتمعوا في السقيفة كانوا يقولون أن أبا بكر خليفة شرعي أو لا، يعني مستحق للخلافة أو لا؟ النهاية والإقرار ليست البداية. البداية لسد ثغور الفتنة، البداية لسد ثغور الفتنة، البداية لكي لا تكون هذه الأمة ضالة بلا خليفة. العبرة بالنهاية والإقرار. أقروا أئمتك يا خليفة رسول الله. يقول فخر الدين الرازي: يا شيخ أبو سلطان الآن مو أنا استمعت لك من لا حول ولا قوة. اسمع، ضربة قاضية قاسمة لظهوركم، ردوها إلي إن استطعتم بعد 100 عام. والله شوف راح تجيك الصواريخ وراح أخليك تضحك على روحك، بس اصبر نقطة. الآن اسمع، الآن هؤلاء قبل أن تقول في الخاتمة عندما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بدون أبي بكر وعمر وأبو عبيدة، كانوا يرون أن أبا بكر هو الخليفة، هو المستحق للخلافة ولا لا؟ شوف رد السني كالصاعقة، بل كانت فلتة، بل هي فلتة. اسمع، هذا رد السني طريقة فلتة. اسمع يلا شوف رد. اسمع، فلتة شنو يعني فلتة؟ يعني معناه فلتة يعني أتت هكذا، أتت بها أحسن. هدوء.
لا حول. ليش تصرخ؟ لسد ثغور الفتنة، لأنك اهدى يا رجل، اهدى يا رجل، اهدى، خلي الناس تفهم. انت مو قلت رد السني سريع؟ الآن اخواني، اذا خلافة ابي بكر فلتة. شنو الفلتة؟ البداية. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ليش تقاطع يا رجل؟ يا ابن الحلال، يا ابن الحلال، والله ما يصح. الآن دوري، خلينا لا تصرخ، بهدوء نتناقش وشوف الصواريخ الحيدرية اللي راح تجيك. أول شيء، أنت أقررت أن خلافة أبي بكر فلتة بمعنى دون ترتيب، صح؟ نعم، لسد ثغور الفتنة. هدوء هدوء. يعني لا يوجد في هذا الأمر ترتيب رباني ولا ترتيب. لا حول ولا، ما يخليني أحكي، ما يخليني. شوف ليش يشوش؟ لأن سؤالي من أسئلة مثل السهم. أحسن. إذن أريدك أن تغرد الآن، تعترف أن خلافة أبي بكر فلتة بدون ترتيب رباني ولا ترتيب إنسي. تسلم؟ اسمح لي، خليني اجاوب. انا ماني طفل صغير تذكرني اقرار. اسمع، ساجاوبك. شوف يريد يهرب. هذا اول صاروخ، اول صاروخ يريد يهرب. اسمعوا، شوف اخواني يريد يلف ويدور. يا ابو سلطان، الان دوري، الان دوري. هذا وقتي يا رجل، وقتي. اجاوب. اسمع، لحظة، اصبر، لا تصرخ. أنا عندما تكلمت سكت. لماذا؟ لأنني قوي، لأن الشيعي صاحب دليل. الآن أنا دوري عندما أسألك أجبني. الآن اعترف أمام الجميع أول صاروخ حيدري أن خلافة أبي بكر فلتة بمعنى بدون ترتيب لا رباني ولا أنسي. إذن أبو بكر خلافته لا ينطبق عليها الرباني القرآن ولا ينطبق عليها الإنسي، لا من النبي ولا من الصحابة. شوفوا أول صاروخ. إذن توظيف هذه الآية من قبل الفخر الرازي أو من قبلك لهذه الآية عن خلافة أبي بكر لا فيها دليل رباني يعني من القرآن ولا فيها من السنة. لحظة، والله يا إخواني ما يتحملون كلامنا، والله ما وأئمتك قالوا يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله، فداك أمي وأبي يا أبا بكر، يا خليفة أئمة الشيعة من علي إلى المهدي. الآن انتقلنا إلى أي سيدنا، الآن انتقلنا إلى موضوع آخر بعد أن ألزمته بأقوالهم وبعد أن تورط بأنه قال فلتة قال بدون تدبير. إذا ما في تدبير رباني. إخواني هذه احفظوها الحجة. إذا لا يوجد تدبير لا رباني ولا أنسي. إذا ليش تقولون إنه أولئك هم الصادقون؟ هذه تنطبق على خلافة أبي بكر وما فيها تدبير رباني ولا أنسي. الآن تورط، قال إنه خلافة أبي بكر فيها دليل، إنه قال يا خليفة رسول الله. من قال؟ قال أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فورطناكم يا شيعة. أحسنت، بارك الله. شو النقاش عندما يكون هذا؟ شو اسم الكتاب الذي ذكر هذه الرواية أن أئمة أهل البيت قالوا لأبي بكر يا خليفة رسول الله، وبعدين تجيك الضربة شنو معنى هذا الكلام. لكن نريد نقع على اسم الكتاب ونص الرواية. شوف احنا ما نخاف، اقرأنا الرواية في كتبنا، مثل ما أنا الشيعي أسحب كتاب البخاري وأقرأ لك الفلتة في البخاري، أسحب كتاب 82 منافق من في هذه الآية وأقرأ لك من البخاري، وأنا راسي مرفوع، أنا راسي مرفوع. أنت الآن ارفع راسك واقرأ لنا من كتاب الشيعة الذي يقول أئمة أهل البيت يا خليفة رسول الله. هنا المعك، تفضل.
وين رحت؟ وين رحت؟ يبحث. الله يبارك فيك السيد الحلو. أبو سلطان راح أخوان. سيدنا الآن أقدمك. مفضل شيخ، مفضل تسمعني؟ طيب. السلام عليكم. شفتوا يا أخوان الله تبارك. ايه اوقف اخونا. لا روى الدارقطني والترمذي وفي وين رحت على الدارقطني؟ احنا ندور عليك. بن موسى الزهري عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر قال لما برز ابو بكر الى ذي القفه واستوى على راحلته اخذ علي بن ابي طالب فداك امي وابي يا ابا الحسنان طالب بزمامها وقال الى اين يا خليفه رسول الله؟ إلى أين يا خليفة رسول الله؟ هذا علي يقر إقرارا هو الصادق الذي قلت عنه صادق، والصادق لا يخرج من فهمه إلا صدقا. يقول لأبي بكر يا خليفة رسول الله، يا خليفة. شوية البرنامج راح يخبلهم. الله شاهد. ارتاح اسبوع بعدين يتخبلون. ايش فيك انت الصراحة؟ تفضل سيدي. هو يقول بدليل الرازي، أنا ألزمه بكلام الرازي نفسه. يقول ما دام أنه الصحابة وصفوا بالصادقين فقولهم لأبي بكر يا خليفة رسول الله، إذن أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بناء على ما صرح به الصحابة، لأن الله وصفهم بالصدق. صح يا أبو سلطان؟ لو مو صحيح خلاص جيد. اي بس يلا هاي كافي، وصلت الان. بس يا رب يا اخي اسكت، خلي اجاوبك الان. اخواني الصحابه وصفوا ابا بكر بانه خليفه رسول الله، وبناء على ان الصحابه صادقين بنص التنزيل الحكيم، اذن ابو بكر هو الخليفه، لان الله وصف من وصفه بالخليفه وصفهم بالصدق. طيب الان الصحابه لحظة. إذن الآن إخواني الصحابة نفسهم، وابن حجر يقول كبار الصحابة مو طبقة صغيرة، الصحابة نفسهم قالوا إن رسول الله يهجر. هل صدقوا أم كذبوا؟ هل فعلا كان النبي يهدي يخرف أم إنهم صدقوا؟ إذا الله وصفهم بالصادقين إذن رسول الله يخرف فعلا، أو إنهم كذبوا في هذه. ماذا تقول؟ تفضل. الله أكبر. والله هذا نفسه الجوع. أوقف أبو سلطان والله اسمع أبو سلطان، لو تبقى أنت ومشايخ السنة هدوا لا حول ولا قوة. أبو سلطان اسمع السؤال. أولا الرواية بغض النظر عن صحتها التي جئت بها صحيحة يقول الألباني صحيحة. ايه خلي يتكلم أبو سلطان. أنت ليش تصرخ عندما أتكلم؟ اهدأ لحظة. أنا أسألك الألباني. لا حول ولا قوة. صار لي يومين والله، اليوم من الساعة 7 صباحا إلى هذه الساعة وقاعد أنكوش وبحبش إلى أن الله عثرني في فخر الدين الرازي. سلام الله عليك يا فخر الدين، يوم ولدت ويوم مت ويوم لقيت الله يساعدك. ما عندك أدلة. الله يساعدك. احنا من ما يفتر نلقى أدلة. هذا صار له ساعة من الصبح يدور. لحظة اخواني، شوف عقل السني طبعا انا اقول سنة لانهم يقولون بالمناسبة على قولة سفر الحوالي انه لا نجتمع مع اهل السنة الاشاعرة وغيرهم الا في الصحابة، فانا خاطبهم لانهم يجتمعون في هذه القضية. شوف عقل السني هو كتب كتاب، هو سني كتب كتاب، والمطبعة سنية، والمصحح سني، والمتداخل ويانا سني، وردني أنا الشيعة ألبسها. أنت ملاحظ عقل السني؟ هم كاتبين وطابعين
ويقول لك غصبا عليك تقبل. خب الألباني كتب لكم، فلان كتب لكم، هذه حجة عليكم وليست علينا. هذه واحدة. اثنين، هذه ممكن أن تحمل على معنى آخر. خليفة رسول الله أي أنه الذي خلف النبي صلى الله عليه وآله في كرسي الحكم، لأن عندكم أنتم الخلافة هي الحكم، عندكم الخلافة هي الحكم، فيلزمكم الآتي: أن عمر لا يسمى خليفة رسول الله. لماذا؟ لأنه لم يخلف رسول الله، اللي خلفه أبو بكر، فيلزمكم أن عمر خليفة لأبي بكر، وأن عثمان خليفة لعمر، وأن علي عليه السلام خليفة لعثمان. فهؤلاء ليسوا خلفاء رسول الله لأن لم يخلفوا رسول الله، إنما تتابعوا على هذا الأمر. ثم بالله عليكم يا أخواني، لو قلنا أن أبا بكر خليفة رسول الله بأي معنى؟ هل كل خليفة يعتبر تنزيه؟ يعني مثلا النبي عندما قال الخلفاء من بعدي 12، وانت تقول لله دركم خلفاء رسول الله. طيب انتم من جماعتكم قالوا ان الخلفاء منهم يزيد بن معاوية، فالآن أنا أردها عليك. شوف، أنا بكل هدوء والله العظيم أوجه لك صاروخ حيدري، بما أنه خليفة رسول الله مدح، أريدك أن تغرد الآن علماءك ابن كثير وابن تيمية وابن حجر يقولون خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله 12 هم منهم يزيد ابن معاوية. فأريدك الآن تقول لله درك يا ابن تيمية، لله درك يا ابن كثير، لله درك يا رسول الله أن هؤلاء خلفاء ومنهم يزيد ابن معاوية السكير الخمار. يلا غرد، لا تهرب من الموضوع. أخرج لي يزيد بن معاوية من نسب رسول الله إذا استطعت، والله أعلم تشيعي هالدقيقة. شلون؟ أخرج نسب يزيد بن معاوية بنسب يتصل بجده الرابع لرسول الله، وأني هالدقيقة ها خيئة تشيع. يلا لا شوف يا رجل، أليس هذا ابن عم النبي؟ لا لحظة، هدوء أبو سلطان والله تعبنا من الصراخ. لحظة، يعني يزيد بن حرام يزيد بن حرام يقول من قريش 12 أميرا، ويزيد من قريش. يعني لحظة، يعني أبو سفيان مو من لا سغيري، خلينا نحكي، تعطيني مجال. يعني معاوية وأبيه أبو سفيان ليسوا من قريش، نغول هذول من قريش طبعا. شلون هسه هم من قريش لو لا؟ حاج وعد لا تلعب معي هاللعبه، انت قاعد تقول 12 اميرا من قريش، استدلت في هذا الحديث. يزيد بن معاويه قالوا ان يزيد بن معاويه منهم. انت الان الزمتني وانا لبست لك اياها، قلت خليفه رسول الله، علماءك اعتبروا يزيد خليفه رسول الله. اطلب منك الان أن تطبق القاعدة السلطانية لأبي سلطان أنها مدح ليزيد بن معاوية. أنت اخترعت القاعدة وأنا ركبتها عليك. قول يزيد خليفة أبي خليفة معاوية وهو بهذا يفخر، ولكن أنا لا علماء قالوا، النبي قال، يا الله شوفوا قوة الطرح الشيعي يا أخوان. النبي قال الخلفاء 12، ما يزال الدين عزيزا أو قائما ما وليه، طبعا من حفظي الآن أتكلم، 12 خليفة كلهم من قريش. خليفة يعني خليفة من؟ خليفة رسول الله عندكم. فعددوا الخلفاء منهم يزيد بن معاوية، وانت قلت بما أنه خلفوا رسول الله إذن هؤلاء ممدوحون، فيلزمك مدح يزيد بن معاوية، وما تستطيع أن ترد على هذه المسألة.
انا راح امشي الدور سريع. قبل انه تمشي الدور، ابو سلطان ممكن تقرا لي سند الروايه اللي قراتها مالت الالباني انه ابو بكر قال الامام علي بن ابي طالب يا خليفه رسول الله على السريع. حاج وعد لا تهرب. إماما من أئمتك عز به الدين. أجب أقرأ سند الرواية. اقرأ سند رواية أنه الإمام علي عليه السلام يقول لأبي بكر يا خليفة رسول الله. اقرأ سند الرواية. يلا خلينا نطلع كذبك أنت والألباني. هسه أنت بدك تضعفها أكيد. هاي أنت متلون عن قدرين. ما ضعفها لا ما ضعفها أشلحها شرع من جذورها. الرواية اسمعني يا رجل. الرواية اسمعني يلا خلينا نعطيك درس أنت والألباني. الرواية اللي تذكرها أنت هي رواية عبد الوهاب بن موسى. عبد الوهاب بن موسى الزهري مجهول، وقال عنه الذهبي في المغني وقال عنه الذهبي في المغني نكرة. يلا اشرب ماء بلها واشرب ماء أنت والألباني مالك. طيب أرجعك للآية القرآنية الكريمة اللي استدلت بها أنت والرازي الآن قبل قليل. إخواني الأعزاء هاي الآية القرآنية الكريمة على الشاشة. لا تقاطع. يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون. السؤال هؤلاء ينصرون الله ورسوله ينصرون باستمرار لو مرة ينصرون ومرة ما ينصرون؟ جاوبنا على السريع. هاي الآية اللي استدلت بها أنت. هؤلاء ينصرون الله ورسوله لا تصيح. هؤلاء ينصرون الله ورسوله. أبو بكر أخرج من داره أم لم يخرج؟ ماشي أخرج من داره. ماشي يلا أخرج. أوقف سيدنا أوقف لحظة. أبو سلطان تقبل هذه الآية للفقراء؟ تقبل؟ أقبلها وأنا أصبر. إيه سمعتم يا أخوان؟ قال أنا أقبلها. الله قال للفقراء المهاجرين، إذن أبو بكر ليس منهم لأن أبو بكر ليس فقير. هم يقولون تاجر. ممكن مداخلة حجي سريعة؟ إيه بس أوقف خليه يجاوبني. الله قال للفقراء، إذن أبو بكر وعثمان ليس مصداقا لهذه الآية لأن أبا بكر غني ولا كذب مو غني. بالنسبة للفقر هنا ليس الفقر المادي. ليس الفقر المادي. الفقر المعنوي. فقر معنوي يعني نواقيس. فقر معنوي. لحظة هذا شيء عن الجواب. سؤالي أبو سلطان عقل فقير شنو يعني فقر عقلي؟ الفقير يعني فقير معنوي. سؤالي النصرة ينصرون الله ورسوله باستمرار لو منقطعة؟ النصرة منقطعة أم هي نصرة مستمرة؟ طيب حتى نصرهم بالصادقين. جاوب. خلي الشيخ من الأردن خلي يجاوب حج بس خلي يقول مستمرة لو منقطعة بس. يجاوب. احفظ هذا السؤال سيدنا. يجاوب من الأردن. تفضل من الأردن.